ايه الفيتامينز اللي انت محتاجها عشان تعمل جسم كويس رياضي صحي وتاخد احسن نتيجه من كل حاجه. تعالى اقول لك كده الفيتامينز اللي انا محتاجك تستخدمها عشان تاخد احسن نتيجه من الاكل ومن النوم ومن التمرين. اول حاجه انت محتاجها المالتي فيتامين، اللي هو بيكون جامع فيتامينز كتير مع بعض بكميات صغيره. عايز بس افهمك حاجه، مفيش شركه عرفت تحط كل الكميات اللي جسمك محتاجها من الفيتامينز دي في حبايه واحده. طبيعي هي حبايه هي هتبقى محتويه على كميه يعني ملي جرامات من كل حاجه. فانت محتاج وليكن مثلا من البي 12 رقم معين، من الفيتامين اي رقم معين، من الكالسيوم رقم معين، مش هيعرفوا يحطوا لك كل الكميه دي في حبايه واحده. فطبيعي ان احنا هناخد المالتي فيتامين وجنبه حاجات تانية من اللي احنا محتاجينها. تاني حاجه هاخد البي 12. ايه البي 12 ده او البي كومبلكس عامه؟ ده المسؤول عن النيرفس سيستم، يعني اعصابك اللي انت تقريبا بتعتمد عليها اعتماد كلي في الجيم وبتبقى هالكها بشكل ما في الجيم. فانا محتاج دايما اكون باخد حاجه تسبورت اللي انا بتك عليه في الجيم ده، عشان ما ايدي ما تقعدش ترعش وانا بتمرن واحس ان انا دايما مش عارف امسك الاوزان كويس. فحاجه زي البي 12 هتكون حاجه كويسه جدا في عنصر زي ده. هي موجوده في المالتي فيتامين بس موجوده بنسبه صغيره زي ما قلت لك، فانت محتاج انك تاخدها برقم اكبر شويه. حاجه زي الدلتا فيت، دي حبايه صغيره سبلينجر بتتحط تحت اللسان، فيها الحبايه الواحده فيها 1000 مايكرو، ده اللي تقريبا جسمك محتاجه جنب اللي موجود في المالتي فيت. ثالث حاجه انا بنصح بيها هي الكالسيوم، ويا ريت لو في حاجه تكون كالسيوم معاها فيتامين دي 3، الاثنين بيشتغلوا كويس جدا مع بعض. وهرجع واقول لك هم برده موجودين في المالتي فيتامين بس النسب صغيره، فاحنا محتاجين بنسب اكبر شويه نزودهم. رابع حاجه وهي مش فيتامين قد ما هي سبلمنتيشن، يعني مكمل غذائي، هي الاوميجا 3. انت جسمك محتاج الاوميجا 3 باكتر مما تتخيل. هي موجوده في حاجات كتير زي السمك مثلا وصفار البيض، بس انت محتاجها اكتر. ليه محتاجها؟ تعتمد عليها كل يوم عشان هي اكتر حاجه هتخلي دايما التستوستيرون بتاعك بيبوست كويس، هتخلي مفاصلك كويسه، هتخلي دايما حرقك وهضمك للاكل كويس، وحتى النوم هتحسنه. فانت محتاج الاوميجا 3 كل يوم، لازم تاخد حبايه اوميجا 3 وهي مش موجوده في المالتي فيتامين خالص. مش هتبقى كويسه عشان التمرين، فاهمه ليه؟ عشان التمرين نفسه المجهود البدني اللي احنا بنعمله بيقلل مستويات الكالسيوم والفيتامين دي 3 والبي 12 في الجسم، بيقللها. خامس حاجة هنصحك تستخدمها وهي الزنك. الزنك كويس عشان التستوستيرون بتاعك يكون دايما في البيك بتاعه، يكون دايما تمرينك كويس عشان الشعر، كويس عشان الجلد، بالتالي نومك هيبقى كويس وأدائك الرياضي عامة هيتحسن بنسبة كبيرة. آخر حاجة هنصحك بيها هي فيتامين سي. حاجه زي مثلا فيزيت سي، هو فوار بيبقى فيه تقريبا 1000 مللي جرام، بيتحط في ميه، طعمه حلو جدا بيتشرب. وبرده هو موجود، هو والزنك موجودين في المالتي فيتامين بس النسب قليله، فانت ممكن تكون محتاج نسب اكبر شويه. في الاخر خليني اقول لك ان النسب دي والكميات والدوسج اللي انت ممكن تستخدمها بتختلف من شخص للتاني. ممكن حد يكون محتاج اكتر من اللي انا قلته، ممكن حد يكون محتاج اقل من اللي انا قلته، ممكن حد يكون مش محتاج الفيتامين نفسه، العنصر نفسه اللي انا قلته. ده كله ممكن اعرفه ازاي؟ طبعا بتحاليل، ممكن اعمل تحاليل لكل حاجه من الحاجات دي، اعرف فعلا انا جسمي محتاج ان انا اخد كميات عاليه او لا. انا حسن رضوان، يا رب يكون الفيديو عجبك واستفدت منه، واحلى مسا عليك يا دبابه.